السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة وأنضف وأجمل من الجاهز اللي بنجيبه من بره. ده كيلو إلا ربع لحمة و... وبصلاية كبيرة وقرنين فلفل رومي وشريحة فلفل أصفر وشريحة فلفل أحمر والتوابل ملح وفلفل وبهارات وجنزبيل وكبابة. هنحط البصل والفلفل. الفلفل يا جماعة بيطعمه وبيديله تست حلو قوي قوي، وهنضربهم كويس في الكبة لحد ما ننعمهم، وبعدين نحطهم على اللحمة. يبقى البهارات تاني أو التوابل ملح فلفل 7 بهارات وجنزبيل وشعرة كبابة. هنضربهم كويس زي ما احنا شايفين كده، وبعدين نحطهم بقى على اللحمة ونعجنها كويس جدا لحد ما كل الخليط يتمازج مع بعض. زي ما قلنا يا جماعة الفلفل بيدي تست حلو قوي، بس بخطوة اختيارية ممكن تستغني عنها. بس البصل طبعا أساسي يعني في الوصفة. هنعجنها بقى ونسمغها مع بعض كده، وبعدين ندخلها في التلاجة بقى تتشمع في حدود ساعة. بس المهم الخطوة دي مهمة جدا ان انت تقلبيها في التوابل كده وتعجنيها كويس. وهتكوني بقى في الأثناء دي محضرة عيش بلدي يكون حلو كده ونضيف، وهنحشي بيه. هتحشيها بقى، هتحشيه حسب رغبتك، الرغيف صحيح أو الرغيف انصاص حسب رغبتك. قلبيها بس كويس زي ما احنا بنقلبها كده اهو لحد ما كله يمتزج مع بعض. بس كده وندخلها بقى التلاجة زي ما قلنا. الألوان مع بعض يا جماعة بتدي برضو شكل حلو في الأكل، وفي نفس الوقت قيمة غذائية عالية. أهو هنجيب الرغيفة، أنا دخلتها التلاجة سبتها ساعة زي ما قلت لكم. جيبي الرغيفة بقى افتحيها كده واعمليها. أنا عملت رغيفة عشان الشكل الطبيعي بتاع الحواوشي كده. بس أنا بعد كده قطعته نصاص عشان الولاد ما بيعرفوش طبعا يمسكوا الرغيف ده. بعد ما سويته قطعته انصاص، وبرده عملت عيش متقطع انصاص جاهز وعملته. بصراحة أنا بفضل إن هو يبقى الرغيف متقطع انصاص، ولو في أطفال صغيرين يبقى ربع على قد إيديهم كده. بس أنا عملت رغيفة زي ما بيتعمل يعني في المحلات عشان التصوير طبعا. بس أنا في الطبيعي بفضل إن أنا أعمله انصاص. هتحشي بقى كمية اللحمة اللي أنت عايزاها. في ناس بتحبوا لحمة كتيرة، في ناس بتحبوا اللحمة مش كتير. يعني أنا عن نفسي ولادي ما بيحبوش الحشوة فيه كتيرة يعني. عايزة بقى تحطي جبن برضو مفيش مشكلة. أنا حطيت على كام رغيف كده منهم ميكس جبن. بس للأسف التصوير في الحتة دي كنت اكتشفت إن الموبايل كان فصل. بس الجبنة ميكس الجبن برضو بيديله تيست حلو قوي. عملت كده وعملت كده، عندك حرية الاختيار يعني. بس إنما هو التقليدي الطبيعي الحواوشي هو كده بس. وفي طبعا اللي هو الحواوشي اللي بيتعمل بالعجين ده، بس انا بفضل اللي هو بالعيش ده او كده. هتحشي بقى العيش كله بالطريقه دي. انا حشيت دول الرغيفه وحشيت كمان الصوص. وفي طاسه بقى فيها ماده دهنيه، انا ما بحبش احطه في الفرن يا جماعه، يعني عشان بينشف قوي مني. ولو في اطفال مش بيعرفوا ياكلوه. طاسه فيها ماده دهنيه، انا حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت و... وحطيتها بقى على النار. وتوطي على النار على قد ما تقدري، هنخليها واطيه. عامله برضو نص سوا زي ما قلت لحضراتكم. وتوطي بقى عليها كده وتسيبيها تستوي على فكره. يعني ممكن تقولوا ان اللحمه مش هتستوي، لا لا هتستوي وهتستوي كويس جدا كمان. الوش الاولاني يتعمل نقوم محولين على الوش التاني وهكذا. وطلعيها بقى على مصفى
لحد ما تعملي الكمية كلها. عايزة تدخليه الفرن يبقى فرشة سمنة على زيت كده وتدخليه الفرن لو حباه مقرمش، انما لو حباه طري زينا كده يبقى تعمليه في الطاسة زي ما انا ما بعمله. ولما بتعملي في الطاسة بيديكي نفس التست والنكهة بتاعت الجاهز بالظبط. العيش بيبقى شارب بقى من السمن دون، بيبقى في منتهى الجمال. طعم العيش نفسه تاكليه حاف كده. هتفضلي كده تتابعيه وتقلبي كل شويه عشان يستوي، واللحمه تستوي معاكي كويس. وبس. وزي ما قلت لك طلعيه على مصفى لحد ما تخلصي الكميه كده عشان ينزل الدهون بتاعته. هطلع بقى هنا جنبه شويه ليمون وزيتون مخلل من اللي انا مخللاه. الليمون والزيتون ده يا جماعه انا مخللاه بقاله تقريبا سنه عندي في التلاجة، لان انا بعمله برطمانات صغيره كده وبشيله في التلاجة. بيفضل معايا الزيتون والليمون من السنه للسنه والله. زي ما انتم شايفين بصوا ماسك نفسه مقرمش مش مهري، لان انا يا دوب مجرد ما بخلله كام يوم، حوالي 5 6 ايام بالكتير، وبدخله التلاجة عشان يفضل محتفظ بنفسه. انما ده الزيتون، انما الليمون يا دوب يوم، تاني يوم على طول بدخله التلاجة لاني ببقى واخداه نص غلوة كده. انا قصدت ان انا اطلعه قدامكم عشان اوريه لكم. بقاله انا مخليلاه دلوقتي من شهر 9 اللي فات و... واحنا اهو في شهر 5. ما شاء الله زي الفل. الفلفل مسك نفسه ومقرمش وفي منتهى الجمال. بس شرط نحطه في التلاجة عشان الجو طبعا بيبقى عندنا حر. ما بي يعني مش هيعيش معاكي بره كتير. احط بقى شويه زيتون تاني، حطيت زيتون وليمون وفلفل. اهو ده شكله النهائي طالع جميل. قطعته بقى كله نصاص لان بقول لكم مش بفضله. الزيتون والليمون بتاعي حطيت ترشي، عملت شويه طحينه وشويه بطاطس محمره. كان طالع تحفه والله يا جماعه. مش عارفه، انا شايفه ان هو الانصاص كده افضل كتير. على الاقل الواحد ياخد الساندوتش كده ما يبقاش كبير في ايده. وكمان لو في اطفال صغيرين انا بفضل برضو اقطع لهم قربة، يعني بقطع النص ده نصين. جربوا الحواوشي بطريقتي هتعجبكم جدا، مش هتشتروه من بره. الرغيف من بره دلوقتي غالي. اعملي لولادك كل حاجة في البيت، انضف واحلى واضمن واجمل مليون مرة. جربي الحواوشي بطريقتي. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.